لي الوداع وهقول له ايه؟ يا عبد المنعم الوداع بيتقال في ايه؟ ما بيتقالش في حاجه يا عبد المنعم. انتوا عارفين جالي كم مسجات قد ايه وكم منشنات قد ايه على حوار محمد عبد المنعم؟ وللاسف انا ما اعرفش الناس اللي طالعه بتتكلم في حوار محمد عبد المنعم ليه يا جماعه كده. طيب قبل ما احكي لكم قصه محمد عبد المنعم سريعا، وهل محمد عبد المنعم داخل النادي الاهلي ولا خارج حسابات النادي الاهلي، عايزه اقول لكم حاجتين واوضحها لكم. اول حاجه ان من حق اللاعب ان هو يحترف لان ده حقه. تاني حاجه ان النادي الاهلي دايما تخلوها كده في مخكم، ما بيقفش على اي حد في الدنيا. كان واقف على ابو تريكه، وكان واقف على جيل كابتن محمود الخطيب، وكان واقف على اجيال كتير وما كانش خد بطولات من ساعتها، بالعكس خدنا بطولات واستمرنا في الحياه. فالنادي الاهلي ما بيقفش على اي لاعب مهما كان اللاعب ده اسمه ومكانته ايه في النادي الاهلي والانجازات اللي محققها مع النادي الاهلي ودوره مؤثر قد ايه. الحاجتين دول عاوزاكم تحطوها دايما في دماغكم. طيب محمد عبد المنعم يا خلود جوه النادي الاهلي ولا خارج النادي الاهلي؟ محمد عبد المنعم على الحركرك في نادي اسمه نادي نيس الفرنسي، والكلام اللي انا بقوله لكم ده بناء على المجلات الفرنسيه والبرامج الفرنسيه، مش بقوله من الهطل يعني. نادي نيس الفرنسي بعت للنادي الاهلي ميل ان هو يرغب في ضم محمد عبد المنعم. طيب العرض قد ايه؟ العرض 2.5 مليون دولار. النادي الاهلي في نفس اللحظه اللي اتبعت فيها الميل رد النادي الاهلي بالرفض تماما. تقولي طب ما خلاص كده هو داخل النادي الاهلي، اقول لكم لا، النادي الاهلي رفض عشان خاطر العرض قليل من وجهه نظر النادي الاهلي. طب لو العرض تضاعف، اقول لكم ايوه، لو العرض تضاعف محمد عبد المنعم بنسبه كبيره خارج حسابات النادي الاهلي. وعاوزاكم تبقوا اذكياء كده ونحس يعني ايه، نظبطها مع بعض، نفكر شويه، نشغل العقل. هو ليه النادي الاهلي خد يوسف ايمن اعاره سنه؟ ما خدوش بيع كامل او ما اشتراهوش بيع كامل عشان خاطر النادي الاهلي معهوش فلوس، لا معاه فلوس، ولكن عشان خاطر كده هو النادي الاهلي مش عاوز محمد عبد المنعم يمشي من النادي الاهلي الا بمبلغ كبير جدا. والله احنا معانا يوسف ايمن، لو العرض جالنا كبير قوي محمد عبد المنعم يروح يشوف اكل عيشه بره، احنا معانا يوسف ايمن سنه وهنجدده وهناخده. طب لو العروض لسه قليله، لا ما نعطلكش بقى، محمد عبد المنعم كده كده موجود، يوسف ايمن موجود سنه، على حسب بقى هو ايه هيعمل ايه مع النادي الاهلي، فنشتريه بيع بقى نهائي، نشوف القصه ايه. ولكن لحد دلوقتي اي حد هيطلع يقول لك محمد عبد المنعم خارج حسابات النادي الاهلي فده هبيت كبير، محدش يسمع كلام حد. اخر حاجه ده كانت امبارح النادي الاهلي رفض نهائي على 2.5 مليون دولار. فاذا محمد عبد المنعم داخل النادي الاهلي. طيب هما ليه كولر بيستبعدوا بقاله مباراتين خارج القايمه؟ راحه يا جماعه، بنريحه والله، راجل اجهد معانا، ما فيش سمانه يجري بيها. انا سمانتي وجعتني اقسم بالله وبتفرج، هما يعملوا ايه؟ هما بيلعبوا. ما نكررش حوار بيرسي تاو خارج حسابات النادي الاهلي، وانه الراجل نزل امبارح جاب جول والدنيا لذيذه. فمش اي حد بنستبعده يبقى هو كده لازم يبقى خارج الحسابات. في اصابات، في ارهاق، في اجهاد، مشاكل نفسيه، مشاكل صحيه، الحياه كلها مش هيمشي خلاص من النادي الاهلي. محمد عبد المنعم موجود في النادي الاهلي، واي حد يقول لكم محمد عبد المنعم خارج حسابات النادي الاهلي لحد ما انا اطلع اقول لكم ابعتوا له الفيديو بتاعه، ابعتها له هو وعيال.